غتيقيني الا قلت لك باللي هذا الملوي هذا بلا زبده وبلا دليك كيوجد بسرعه، كيجي مورق بنين مقرمش على حقه وطريقه. فغير احتفظي بالفيديو عندك حيت غادي ينفعك بزاف وما غتبقايش تهزي الهم من ثمر هذا الملوي. واول حاجه في واحد الخلاط غادي ندير 3 ديال الكؤوس ديال الماء اللي كيكون دافئ، العبار ديال كاس العنبه، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال العسل، زلافه ديال الدقيق ديال الفينو. غادي نخلط كلشي مزيان حتى كيدير ليا الفقاعات بحال اللي غادي نوجد البغرير. غنفرغ الخليط في واحد القصعه، غادي نزيد عليه 2 ديال الزلايف ديال الدقيق ديال الفرص، ما تضيفوهمش دفعه واحده، زيدوا بشويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه ديالنا كتجي رطبه وشاده في راسها. ما غاديش ندلك العجينه ديالي بزاف، فقط كنجمعها كندهنها بشويه ديال الزيت وكنغطيها ونخليها كترتاح تقريبا 15 دقيقه. من بعد غادي ندوز نحضر هذه الخلطه اللي غادي تولي معتمده عندكم في التوريق ديال الملوي. كنحتاج هنايا كاس مع مرش ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال النشا، 3 ديال المعالق ديال الدقيق ديال الفينو. كنخلط كلشي مزيان وهكذا الخلطه ديالي كتكون واجده. كنفرق العجينه ديالي ل 6 ديال الكرات ونخليها كترتاح مره اخرى. كنطلق العجينه ديالي مزيان بشويه ديال الزيت وانا كنورق بهذيك الخلطه اللي وجدت، وكندير طويه من الفوق وطويه من التحت وانا كنورق، ومن بعد كندير طويه فوق طويه وكنطويها بهذا الشكل وكنخليها كترتاح ليا مره. من بعد غادي نبدا باول وحده وجدت وكنبدا كنطويها وانا كنرخف في يديا باش هكذا العجينه كتجي مهويه من الداخل وكتنفخ في الطياب حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وكنبدا باول وحده كنقرصها بهذا الشكل. المقله ديالي كتكون سخونه، كندهن المقله بشويه ديال الزيت، غير كنحط الملويه كنقلبها مباشره. ما تسمحوش في الملويه كل مره تبقاو تحركوها وتقلبوها حتى كتشوفوها تنفخات وتورقات، وهكذا كتحصلوا على هذا الملوي بهذا الشكل وبالصحه والراحه.